السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد. النهارده هتعمل لكم ايه؟ فيديو تشكيلة كده، نص في الغيط ونص هنا في البيت. شايفين الفراخ بتاعت ام محمد يا حبايبي؟ هما دول اللي قاعدين من الفراخ اللي كانت عندي. دبحت طبعا نصهم وقاعدين دول 5 فرخات والديك شايفينهم. دي فراخ بلدي يا حبايبي، انا كنت جايباهم كتكوت صغير. دلوقتي هحط لهم بيض وهحط لهم ميه اهو يا حبايبي. حطينا لهم ميه، وده بيض علف اهو شايفين يا حبايبي. ده علف، هو بياكل اي حاجه جنب بادي، اي حاجه. حتى لو فضلات اكل كده فايده من ولادي بحط لهم ياكلوا. ده بيض اهو، انا برميه في الارض كده. الفراخ البلدي عادي بتاكله حتى لو حطيته في الارض دي. اهو يا حبايبي شايفين فراخ ام محمد يا حبايبي؟ ده كان كتكوت صغير وانا ربيتهم كده وكبرتهم مورين البيضه. بصراحه ما بشتريش اي بيض من بره. هما ال5 فرخات دول بيبيضوا، وانا اخد البيض بتاعهم بعمل بيه اكل لاولادي. اهو شايفينهم يا حبيبي، انا حطيت لهم علف بس الظاهر هما شبعانين، وحطيت لهم الميه تحتيهم. وتيجي نشوف يا حبايبي البيض بتاعهم. اهو شايفين انا عامله لهم مكان كده. اهو شايفين عامله لهم كده كام بلوكه محوطه بيهم. ورنا بتروح تاخد البيض اهي. رنا رايحه تاخد البيض. هتجيب البيض يا رنا؟ اهي ثواني. طب يا رنا هتتكسر يا رنا. اهو شايفين يا حبايبي؟ ده بيض اهو شايفين. وريه لهم يا رنا. اهو شايفين رنا بتفرح بالبيض ده خالص اهو. صباح الخير عليكم وعلى كل الناس اللي معانا في القناة. والله العظيم النهاردة واحد صاحبي ما يقعد معاه في العشة وبتاع كده، بنقعد معانا السهرة نشرب شاي وبتاع. فالنهاردة هو مش فاضي، راح مشوار. فوالله قال لي يا محمد ممكن تبقى تحشي للبهايم شوية بتاعتي. قلت له حاضر من عيني الاتنين. طبعا هو الراجل مش بيقصر معايا، بيراضيني و... وانا بس مش متأخر معاه. فجيت النهاردة الزرعة بتاعته اهي شايفينها اهو، زرع ربيع. والبهايم بتاعته هنا اهو مربوطة على السكة غربها. ايوه في العشه ديت البهايم بتاعته. طبعا هو عامل لها عشه عشان البرد وكده يعني، برضه مداريها. وادي هنا زرع التوم، وزرع توم هو هنا للبيت. طبعا ده ما بيبيعوش، ده بيروحوا البيت اهو. شايفين يا جدعان؟ ده التوم ده بتاعنا احنا، ده اللي هو التوم اللي بنعمل منه بننشفه وبيتعمل منه القدحه ده اهو. ادي التوم ده زرع هو للبيت، ما بيبيعوش، زرعه للبيت اهو عشان ناظرينه. وادي الزرعه بتاعته اهي، وادي السكه بتاعتها هي اللي هنا ماشيه دي. كده انا هروح احش له شويه للبهايم وهربط له لبهايم سين. طبعا اخد شويه منه الوقت. خليكم معايا اهو كده. اخد شويه. لازم اول واحد يفطر الحمار اهو. ده الحمار اللي هو بيستخدمه يشيل البرسيم. لازم يفطر اول واحد. على فكره الحمار ده نفعه جدا جدا جدا، لان الحمار ده بيشيل البرسيم ويوديه للمواشي. وهتتفرجوا بعد ما اخلص جمع البرسيم، هتتفرجوا عليه بنوسق الحشيش ازاي، بنحط الحشيش عليه وبيروح للمواشي على السك. طبعا انا كده حشيت لهم فطور بس، يعني جمعت الفطور بس لحد ما هو يجي يكمل هو عدل الساعه بتاعته. خلي بالك على فكره هو بيثق فيا يعني، لان انا معاه اديلي فتره، بقعد معاه اديلي فتره يعني وكده، وواثق فيا جدا يعني بيأمن على ماله يعني، وبيأمن على المواشي بتاعته وكل حاجه يعني. بسد مكانه بمعنى صح. طبعا بيشربوا في الظهر، الساعي ده بيشرب في الظهر وكده. انا بفطر اهو. الفطور بتاعه هو اللي عامله. عشان انا كده خلصت حش، هبتدي اجمع البرسيم على بعضيه اهو. ناظرين اهو. رنا جايه معايا فرحانه بالغيط وبتاع كده. والله هو منظر جميل ومنظر حلو جدا يعني. ناظرينه منظر جميل جدا يعني. طبعا سهرايه والجو حلو طبعا النهارده جميل جميل والله. حاجه كده ترد الروح. ما ينفعش احطه كله على بعضيه، مغمر كده شويات شويات عشان اقدر ارفع، لان الارض طين. ناظرين الارض طين ازاي؟ لسه زاجي جديد، زاجي البرسيم طبعا جديد، والارض طين اهو. ناظرين الارض
طين. فطبعا هطلعه بره، لا مؤاخذة عند الحمار اللي بره عشان اوسج عليه الحشيش ده. طبعا سيف فرحان بركوب الحمار النهارده، عنده عيد النهارده، فرحان منسجم. هو هو خلي بالك يعني سيف جميل يعني برضه بيعرف بيعرف يسند. طبعا ادي الحشيش اهو، بحطه اسند يا سيف، او حاجه تقع منك، عشان طبعا دي امانه بتاعت ناس اهو. وبيعرف السكه برضه، هو بيعرف بيتواصل برضه، بيعرف يروح لحد هناك، لان جه مره معاه واتنين قبل كده اهو اهو. مستغربين النهارده ام محمد ما ظهرتش ليه؟ ام محمد ما ينفعش تسيب مكه، وهي والله كان نفسها تيجي بس ما ينفعش تسيب مكه. قلت لها خلاص انا هروح هنا وهعمل اللازم هنا، يعني هعمل الفيديو انا في الغيط انا مع الراجل. طبعا هو مش موجود طبعا، عشان كنت هي واخد لقطه منه كده واصوره، بس هو طبعا مش موجود النهارده، راح مشوار زي ما قلت. خلصنا ده فطور المواشي، هو ما عندوش كتير يعني، عنده حته او اتنين كده وعدلين صغيرين كده. طبعا الحشيش اللي انا عملته ده، البرسيم اللي انا عملته ده طبعا هي يا دوب على قد الفطور. هو قبل الظهر هيكون هنا ان شاء الله. عندهم كان عنده شاي ولا بتاع بنولع ونشرب، او مفيش شاي بنبعت نجيب، او هو بيجيبه هو جاي ونشرب، وبعد كده اخد بعض واروح يعني. يا رب فيديو البسيط ده يا حبايبي يعجبكم. طبعا ابو محمد هيكمل لكم بقيه الفيديو في الغيط. هو راح النهارده يحش شويه كده ايه برسيم، لان ما بنرضاش نقول حشيش، هو برسيم طبعا، برسيم كده الواحد كده، وهياكل له الساعه بتاعته وهياخد اجرته. هيكمل لكم بقيه الفيديو. ابو محمد في الغيط، كان نفسي اروح الغيط بس ما كنتوا عارفينها طبعا لسه صغيره، مش هينفع اعرضها ايه للهوا وبرد الريف طبعا. وبالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. ان شاء الله يلي هتدوس لايك واشتراك لام محمد هتشرب من يد سيدنا محمد يوم القيامه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.